لنختم هذه النشرة مشاهدينا الكرام نفتح صفحة محلية من الدمام، حيث نتحدث عن اللغة المهرية والتي يقدر عمرها ب4000 عام وتسمى قديما بالحميرية، وهي اللغة التي ما زال يتحدث بها نحو 20,000 مواطن سعودي وفق تقديرات أحد الباحثين. كاميرا الإخبارية ترصد لنا في تقرير الزميل خالد الجناحي هذه اللغة والمتحدثين بها. مش خبري ها؟ عادي هو ديش خبرك ها؟ مثلنا مرهوم سعوديون في المنطقة الشرقية لا يتكلمون فيما بينهم باللغة العربية المعروفة. لغتهم التي يستخدمونها في حياتهم اليومية تشبه الألغاز ويستحيل فهمها على العرب. نها مهرية طايعين ودان دله هل لنا تراه أو لنا شيء ديد وكاهيين ودلع نمر نها مهرية طايعين ونها بالعكس نها طايعين لا لنا تاريخ ولنا مصدر ولنا أساس. هؤلاء هم المهرة الذين يعود تاريخ لغتهم إلى ما قبل الميلاد، وهي إحدى اللغات العربية القديمة. باحثون تحدثوا عن مآل هذه اللغة إلى الانقراض. إلى نهاية حياتنا المهرة. بالعكس والله راح يعرفون أكثر وأكثر كل ما سألوني عنها. فهمت علي؟ يعني في بعض من الناس اللي ما تدري يستغرب لما تتكلم مهرية. أحد الباحثين أشار إلى أن السعوديون الذين يتكلمون المهرية أكثر من 20,000 مواطن. في المنطقة الشرقية يشتهر أبناء المهرة بالتجارة. تراثهم غني بالثقافة والأدب والفنون، فيما نسبة من أبنائهم ابتعدوا عن التعليم وآثروا العمل مبكرا. هذا المهري قصد شعرا بلغته الأم لكنه عجز عن ترجمته. قام هذا شكوى يكل بقي هذا ما خليك اسم فاقه هو طبو هذا غش مو طبع هذه ويهم صموه ما شرايب ولا كتو هذه هاي والله. بس قولها بالعربي. لا والله ما اقدر اتلفظ فيها بالعربي. جميل، بس انا ابغاك تعد مثلا، عد لي من 1 إلى 5 مثلا. 1 طاط تروس عطاي تربوت خمه، هذه اعتبارها انه 1 2 3 4 5. في هذا الشارع من حي السوق وهو حي قديم في مدينة الدمام يتواجد أبناء المهرة وبكثافة وامتازوا بالتجارة. خالد الجناحي، الإخبارية، الدمام.